ضدها. شو سوت؟ ليش يسحبونها كانها غريب عنهم؟ كل هذا عشان ريحتها تغيرت والبداية مع هداية. تدرون ممكن النملة تكون بعدها حية بس أصحابها يدفنونها، بس إذا جسمها أطلق رائحة اسمها مادة الأوليك. لا حمض الأوليك، وهذه رائحة تطلق من النمل ويسمونها رائحة الموت. العلماء حابوا يجربون فجابوا نملة صغيرة تتنفس وتتحرك وهي حية. أهلا سيدة نملة. وحطوا عليها شوي من هالحمض. شو صار؟ النمل سحبها على المقبرة. تعلمت من النملة درس بس هو عميق، ترى مو دايما الناس يشوفون حقيقتك، أحيانا يحكمون من بعيد. سؤالي لكم، هل حسيتوا أنكم تنرفضون بس عشان مظهركم أو شكلكم أو ريحتكم؟ ترى وايد استوت عندي. وباي.